كانت عبارة عن مدينة قديما، لكن أصبحت قرية حديثا. كان لها دور في معركة الملوك الثلاث، أو بما يعرف معركة سدواد المخازن. كما يوجد فيها بقايا آثار سجن يعود لعهد مولاي إسماعيل. من هي هذه المدينة أو القرية؟ أين توجد؟ وما هي أسباب اندثارها؟ والعديد من الأسرار سنكتشفها جميعا في هذا الفيديو. تابعونا. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا الخوت. فيديو جديد، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جينا لأسجن. كاين اللي كيعرف أسجن، كاين اللي ما كيعرفش، ولكن أسجن هي واحد الفيلاج كيتواجد في الإقليم ديال وزان. بطبيعة الحال كنا جينا باش نتكلموا عليه، نعطيو عليه واحد النبذة من التاريخ، نجبدوا واحد النبذة من التاريخ عليه، نتكلموا على الثروة الفلاحية اللي كتواجد في هذه المنطقة هذه، وكذلك نبحثوا في المآثر ديال هذا المكان هذا. كان يعني عندنا يعني مشيه لوسط الفيلاج باش نحاولوا نكتشفوا شي حويجات. ما كتبش الله يعني ما لقيناش مساعده، لقينا مساعده من طرف واحد الانسان اللي عطانا اننا نوصلوا لهذه البلاصه هذه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا واحد السور كيتواجد نورانا. فالغالبيه ديال الناس يقول لك سور عادي، لكنه ماشي سور عادي. اول حاجه كنشكروا السي مصطفى اللي ورانا هذه المنطقه هذه. جينا لمدينه أسجن باش نصوروا فيديو. ما لقيناش يعني شي مساعده بزاف من غير المساعده ديال السي مصطفى اللي ورانا هذه المنطقه الاثريه هذه. قال لنا غالبا كترجع لعهد السلطان مولاي اسماعيل. اي يعني الحساب اخي العربي حتى البني والطريقه ديال الحجار وداك الشيء يعني ماشي نقولوا حديث عندها 100 سنه ولا لا يعني قديمه. الا شتي موراك هذا السور هذا هو حتى الطريقه ديال التلبيس مازال اللي نايض فيها الخز. شتي كيفاش قالنا انه على شكل كان حبس، كان سجن صح. قدر يكون في العهد ديال السلطان مولاي اسماعيل، قدر يكون قبل، قدر يكون من بعد. المهم هذه منطقه اثريه بامتياز. الخوت كيف ما كتشوفوا معايا هنا في هذا السور هذا، الا كنتوا كتردوا البال الفوق كاينه واحد هنايا في البلاصه هذه اللي كتشوفوا في مكناس ولا فاس، كتلقى داك الصوار قديمين. كيف ما وريتكم راه فينا كاينه واحد الثقبه في الحيط. انا على ما حسب ما شفت كانها خريطه ديال افريقيا. كيف ما شفت الاخ العربي تا هو معايا شاف كانها خريطه ديال افريقيا، ديال قاره افريقيا. فما عرفتش واش هي محفوره هكاك او لا محفوره بهذيك الطريقه هذيك، الله اعلم. أسجن أو أزاجن هي قرية أمازيغية جبلية مغربية تقع شمال المملكة، تنتمي لإقليم وزان. كلمة أسجن، أزاجن أو أزجن في الأصل الأمازيغي تعني مكان النوم. يقال على أن تجار المغرب من الجنوب وتجار إفريقيا كانوا يأخذونها كمكان للراحة والنوم في رحلاتهم التجارية إلى شمال المغرب. بنيت من طرف قدماء الأمازيغ قبل الإسلام على نهر لوكوس، كما استولى الجنود المسلمون على مدينة أزاجن بقيادة عقبة بن نافع. وخلال العصر الإسلامي ازدهرت مدينة أزاجن لتصير مدينة تجارية كبرى على الطريق الرابط بين فاس وسبتة. معلومات هامين الخوت على أزجن. والحاجه اللي ما كيعرفوهاش الناس انه أسجن كانت غادي تكون مدينه، ما كانش غادي تكون كفيلاج كيف ما هي دابا عليه دابا حاليا. كما اثبت جميع المؤرخين ان اهالي مدينه أزاجن اغنياء جدا. صوحب هذا الثراء بهجرات للاسر العربيه والاندلسيه القادمه من مدينه البصره المجاوره. على ما كنظن اخي العربي ان هذه المنطقه هذه اللي فيها هذا السجن هذا كان عنده صله ولا ترابط بمدينه البصره اللي كتواجد في الاتجاه ديال 2 السرافح. كيف والو الخص واحد المعلومه اضافيه ان الناس ملي نقولوا لهم مدينه البصره غادي يجيب لهم الله البصره اللي كاينه في العراق، يعني البصره اللي المدينه الغانيه اللي عنده تما في العراق. لا، كاينه بصره اللي هي مدينه مغربيه كانت غادي تكون كانت هي اول حاجه عاصمه الثانيه ديال المغرب في العهد الادريسه من بعد فاس. كانت البصره حتى هي كتعتبر من بين المدن اللي هي غنيه، مع التراكم ديال الحروب، مع التراكم ديال الازمنه والعوامل ديال المناخ، وداك الشيء جعل ان ديك المدينه هذيك تطمس تحت الارض وما بقاش عندها اثر. ولكن بقى واحد السور تمايا
نتمنوا شي نهار ان شاء الله نمشيو نديروا لكم شي فيديو تشوفوا شنو كاين تمايا. بداو فيها شي حفريات كيديروا شي حفريات تما. الوزاره ديال الثقافه على ما كنظن، واللي كنوجه لهم واحد التحيه كبيره من هذا المنبر هذا، لانهم ولاو كيرجعوا قيمه من داك المآثر اللي كان دوز عليها التاريخ والطمرات، كيحاولوا يقلبوا عليها من جديد ويديروا لها الترميم او يديروا لها يعني واحد الاصلاحات الا كانت مازال فيها شي حاجه ما تصلح. ماشي اخي صهيب والله خلي يقول لك كيدابزوا معاك الشجره العربي. ضربت تماره في الاخر بنادم يقول لك فوتوشوب ولا هذا الشجره لاصقه فيك والله بغات يطلق منك. يذكر الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا أن خراج مدينة أزاج بلغ 10,000 مثقال ذهب، رغم أن سكانها لا يزيدون عن 5,000 نسمة. المدينة كانت غنية. أول حاجة السكان اللي كانوا فيها كانت غنية، الناس اللي كانوا عايشين فيها كانوا أغنياء. فالاستعمار البرتغالي هو اللي خلاهم الصراحه يخرجوا من هذا أسجن، وهذا هو السبب اللي خلى ان أسجن ما تكونش كمدينه وصبحت كقريه. هذه المعلومه اللي بغيت نقولها لكم. كانوا ساكنين فيها يعني يهود مغاربه، وكانوا ايضا ساكنين هنا فيها المسلمين. كان عدد النسمه ديال أسجن في ذاك الوقت هذاك يقارب 5000 نسمه، ولكن أسجن راها كانت غادي تكون مدينه لولا الاستعمار البرتغالي. كما اشاد بوضوح إلى الجهود الجهادية التي قام بها سكان المدينة في مواجهة الوجود البرتغالي في أصيلة والعرائش، فقد كان الجند الخاص بالمدينة يزيدون عن 400 فارس يقومون بمهاجمة البرتغاليين والدفاع عن المدينة، اللي خلى ان اليهود يهربوا من هنا، اللي كانوا عايشين هنا بيان سور، وكان عندهم حي ديالهم هنا كيتسمى بياضه. حاليا دابا ديك الحي داك ما بقاش، ولا على شكل جنان. داك الصوار داك المباني اللي كانوا في القصور اللي كانوا عندهم هنا تريبوا كله مرجع، كل شيء جنان للاسف. حيث هاجرها السكان اليهود الى ملاح وزان، كما هاجر المسلمون نحو مدينتي وزان والقصر الكبير. ومع توالي السنين أصيبت المدينة بهزال ديموغرافي جعل منها في آخر المطاف قرية كبيرة تعد اليوم مركزا للجماعة القروية أسجن. الطريق اللي من ورانا خاي العربي كيف كتبانو. رحنا حديث الساعة خاي. حديث الساعة. اوه شوف اخوت، شوف يا سلام، شوفوا الطبيعة، شوف اسكت. شوف هنا صراحة الله الخص، يعني كنكتشفوا هاد الأماكن بحال هادو كاينين هنا في وزان وحنا ما كنعرفوهمش. راه شي حاجة الخيال الطبيعة راه شي حاجة كتعطي واحد الراحة في النفس، وبالخصوص فاش كتجبر الطبيعة ومنظمة راسها براسها، ماشي بنادم منظمة، هي منظمة راسها براسها. شي يا سلام هنايا مع خاي العربي. تحية لخاي صهيب. غتولي فلاح هكا ومالا الفلاحة أحسن، ولكن خصك تضحي بتصوير من أجل الفلاحة. استفادت أسجن بمنحة من دولة قطر تصل قيمتها إلى 61 مليون دولار، منها 48.8 مليون دولار لتوسيع الري على مساحة 2500 هكتار، مع فتح طرق لنقل المنتجات الفلاحية وفك العزلة عن الساكنة القروية. كما استفاد من هذه المنحة 4000 فلاح.
هذيك عاوتاني شنو كندير لها زبده بلديه، كنفقس فيها البيض، شي 3 هكايا، نديرو الملحه والكمون، وتغطيه مقاط العام، تخليه يطيب على خاطره، خصوصا الا كان بيض بلدي. يا سلام. غير كيطيب، المهم من التحت كيطيب، من الفوق نص طياب، كيعجبني البيض انا هكاك نص طياب. كدير ليه شويه ديال البزار، شويه د الزبده بلديه، ضرب مع اتاي. انا ملي بقهوه، تنبدي بقهوه انا اتاي. وديك الساعه قول لي واش ما غيشدكش الفطور، عندك هذاك الفطور وعندك البصاره. وفي هاد البلاصه هادي البلاصه دي والله ما تشبع. دابا حنا راه متجهين جهه لاكار الطياره هنا في وزان. الغالبيه ديال الناس ما كيعرفوش لاكار الطياره هنا في وزان. كان واحد لاكار الطياره من عهد الاستعمار ياك اخي العربي. اييه من عهد الاستعمار كانوا كيستغلوه الميليتير، ف حاليا ما بقاش كيتستغل. كينزلوا فيه بعض الطائرات العاديه الصغار، ديك اللي كيكونوا كيصوروا شي حاجه على المدينه او على المنطقه يعني هنا في الاقليم. حنا كنتواجدوا الخط دابا في لاكار الطياره. كما كتشوفوا كاين الممر ديال الطياره بيان سور بوحديتو، ولكن هاد البلاصه هادي هي فين كتنزل الهليكوبتر. 9 كيلومتر ونص. اوي 9 كيلومتر ونص الخط، ومازال تقريبا شي 5 ولا 6 كيلومتر واحده اخرى. هي تقريبا شي 14 ولا 15 كيلومتر. والنهار ديال اليوم داز نهار زوين بزاف، يعني باش تمشي تنأسجن وتصور في أسجن وتتكلم على أسجن، ولكن غادي تبقى تابع الخلا والغابة عاود إلا حتى تخرج في لاكار الطيارة. صراحة خرجة زوينة واعرة من أسجن لاكار الطيارة، من أسجن لاكار الطيارة وراجعين نوزن. ياك أخي العرب. يا سلام جاتي. وعاد القفزة الواعرة ديال فوق الكتف. دابا تشوفوا كلشي نتوما في الكواليس، ولكن في الانستغرام نحطهم في الانستغرام ونحطهم في الفيسبوك ديك الساعات. ديك راه هي فين كان الشانطي، ومن تما جينا كنتمشاو قبيله عاد انا وخي العربي. جينا كنتمشاو دخلنا في لاكار، من لاكار جينا مع هاد الطريق هادي هنايا. شوفوا فين كنا. وهاد الجبل هذا اللي كنشوفوا راه كان قبلتنا. دابا شوف فين ولا، كان قبلتنا من الجهه اللي من لهيه، يعني كنا كنشوفوا من هاد البلاصه هادي كنا كنشوفوا الجبل هكا. دابا شوف فين جينا، شحال ضربنا ديال الطريق. بغيت نقول لكم شكرا، تهلاو في راسكم ضروري تهلاو في راسكم كما دائما. نلقاو فيديو جديد، مفاجأة جديدة. ما تنساوش جيم، كومونتير، بارطاج، سبسكرايب. نتلاقاو فيديو جديد. السلام عليكم. تحية.